السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عندنا بعض الأسئلة طرحوها علينا الإخوة هذه الأيام فيما يخص الرقية. ترقيو يا شيخ في رمضان ولا ما ترقيوش؟ نعم، نحن نرقيو بإذن الله، ولكن ما هيش بالعدد اللي مولفين نرقيو به، وهذا طابع راجع لظروف العمل وراجع لأيام رمضان بإذن الله. حتى كان بأهل العلم أنه ما يحتجز نفسه فقط لطلب العلم وقراءة القرآن. احنا بين هذا وذاك بإذن الله نرقي، ولكن مش بالعدد المولفين به. ثانيا، الشيخ الرقية مليحة في رمضان ولا لا؟ طبعا الرقية مليحة في رمضان وتكون قوية بإذن الله على الشياطين وعلى العوارض اللي تسكن في الأبدان، اللي يعاني من الأسحار واللي يعاني من السحر أو العين أو الحسد من الجن والشياطين. في رمضان بإذن الله يكون العارض ضعيف. لماذا؟ لأن أنوار الله عز وجل في رمضان تكون قوية، والبركات والرحمات على الكرة الأرضية جميعا بإذن الله، وخاصة في رمضان. لهذا يكون العارض ضعيف نظرا للصيام تاع الإنسان نهار كامل، ويولي البدن تاعو شفاف نوراني شفاف وطاقة إيجابية كبيرة، لأنه القلب تاعو تعلق بربي سبحانه، والثقة في الله عز وجل في رمضان تكثر الإيمان تاعو، يكثر الإيمان تاعو في رمضان، خاصة من صلاة التراويح وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والعبادات والصلوات والركوع والسجود لله عز وجل، والتراويح وصلاة الفجر تكون قوية بإذن الله. هذا الإنسان اللي هو صايم يوميا مع ذكر الله وقراءة القرآن، أكيد العارض اللي ساكن فيه راح يضعف نهائيا بإذن الله. فقط هو يدي برنامج قوي بإذن الله، وإذا استعنت براقي شرعي بإذن الله يعينك على الشيء هذا في رمضان، راح يكون بإذن الله الضربة القاضية، وراح يكون الشفاء قريب منك بإذن الله، سواء كنت رجل أو امرأة. شفاكم الله أجمعين، رزقنا الله وإياكم القوة والصبر والإيمان، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين بإذن الله. غفر الله لنا ولكم، قواكم الله، شفاكم الله، عافاكم الله، وحفظكم الله، وأسعدكم الله دنيا وآخرة. تقبل الله صيامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.